عندك شجرة ليمون، عندك ليمون كثير في البيت، حابة تستفيدي منه أكثر، تعالوا معنا نشوف شو رح نعمل بالليمون. نشوف الفيديو وشو رح نعمل فيه. بس يا حبذا ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من طرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، بحييكم. معكم أم عبد الرحمن في قناتي أكلات وتدابير بمناسبة قدوم الشهر الفضيل. بلغكم الله شهر رمضان، شهر الرحمة والبركات، وأنتم في تمام الصحة والعافية، وأنتم بأحسن حال، وأنتم لا فاقدين ولا مفقودين. نبتدي بسم الله على بركة الله. إن شاء الله اليوم راح نعمل معاكم وصفة جميلة جدا من الليمون. طبعا أنا عندي حوالي هنا رطل من الليمون أو حوالي 3 كيلو. أول إشي أنا راح أستفيد من القشر تاعت الليمون، راح أبشرها كلياتها وأخذها معي، أو أستفيد منها. وين راح أخذها معي؟ أنا هنا موجودة، مش رايحة على مشوار تاني. المهم إذا وصلتي لحد هنا بالفيديو ما تنسيش تحط لنا لايك، وإذا متابعة جديدة في القناة اشتركي فيها وادعمونا الفيديو. اول اشي انا راح اخذ القشر تاعت الليمون، انا بدي ابشرها بشرط اني اخذ فقط اللون الاصفر، يعني ما اتك على الاخر بالمبشرة حتى ما ينزل اللون الابيض. انا فقط بدي اللون الاصفر من فوق لفوق. في عندي وقت فاضي باخده بالسكينة من فوق لفوق بهي الطريقة، بس ما انزل البياض خالص، فقط اخذ الصفار. وراح نشوف مع بعض شو راح نستفيد منه، شو راح نعمل منه، بس خليكي معايا لآخر الفيديو. طبعا قشر الليمون هذا فيه كتير فوائد، كتير فوائد رهيبة جدا. تابعي معنا للآخر الفيديو وراح نحكي مع بعض شوية عن فوائد الليمون. طبعا بالنسبة للليمون راح تكوني انتي غسلاه كتير منيح ومنشفاها، يعني حتى اضمن انه القشر اللي راح استعمله انه نظيف ونقي تماما. تابعي معي الفيديو للاخر وراح نشوف مع بعض شو راح استفيد انا من هذا القشر الليموني الاصفر. بقشرها الليمونة كلياتها، بحاول اني اطلع منها الشروش اللي في قلبها بهي الطريقة. طبعا هيك احنا خلصنا كل كمية الليمون اللي معانا. استخرجنا القشر الأبيض الداخلي للليمون على جنب، وطلعنا القشر الأصفر البراني برضو بشرناه، وفي أنا عملته بالسكينة كمان من فوق لفوق كمان على جنب. وكمان هيك أصبحت معنا الليمونة جاهزة. طبعا هلا ال القشر الأصفر هذا أنا راح أستفيد منه مع الليمون هذا، تمام. هذا راح أخليه على جنب، بعدين بنحكي شو راح نستفيد منه. طبعا بالنسبة للقشر الأصفر للليمون أنا بدي أستفيد منه بشكل أكثر، يعني بأخذ الخلاصة تبعته بشكل أفضل. تمام، أنا معايا هنا الكبة تبعت الخلاط. أنا أخذت من القشر الليمون زي ما أنتم شايفين، عشان أنا طحنته عشان أستفيد منه أكثر، وبستخرج الخلاصة اللي في قلبه. طبعا أنا كنت عنا بس كمية قليلة، راح أجرب كل الكمية اللي معايا هنا وأخلطها كلياتها لحتى أستفيد منها أكثر. يعني كل ما كان مطحون أكثر بيكون أفضل، تمام. طبعا بعد ما عبيت الكبة بدي أطحنها معاكم. شايفين كيف ما شاء الله. بعد ما طحنت هي القشر الأصفر للليمون، أنا هيك بستفيد منه أكثر إن شاء الله. هيك حتى كل ما أطحنه أكثر حتى ينزل سوائل، أنا حتكون الفايدة تبعته أكثر فائدة، يعني أكثر حجم أو بشكل أفضل، تمام. بعمل كل الكمية بعدين بروح شايفين بعد ما خلصنا تقشير الليمون كلياته راح أتخلص منه البذور، وأي شروش من هذا النوع لازم تتخلصي منه حتى ما يمرر معنا المشروب. شايفين بقطعها لقطع صغيرة، شايفين ما شاء الله.
تمام هيك بعد ما قطعت كل الليمون اللي معي راح احطه اضعه بالشاف تبع الخلاط وبعصره. هيك بعد ما عبيت انا الخلاط حوالي 3 كيلو الليمون، عملوا معي هاي الكمية ما شاء الله، خلاط معبى على الاخر، حتى الليمون منه في العصير شايفين عمل حوالي كوباية. هيك راح اطحنه انا بالخلاط وراح يطلع معي عصير ليمون مركز. اضربه كمان. تمام هيك راح اصفيه بالمصفاية واتخلص من اي قشور او عظم زيادة بقلبه، بصفيه من اي شوائب انا ما بدي اياها بتخلص منها. طبعا العصير الليمون هذا كلياته مركز ما فيش عليه ولا نقطة مي. راح انا اصفي هاي الكمية كل اللي معي وبرجع لكم تاني. تمام هيك بعد ما خلصنا تصفية الليمون اللي عصرناه معاكم، طلع معنا هذا اللي هو بقايا من القشر اللي بتكون في البرتقال، القشر الداخلي طبعا شايفين فيش مية خالص. طب أنا هذا برضو ما راح أرميه، راح أستفيد منه. كيف راح أستفيد منه؟ في الجلي، في جلي طناجر الألمنيوم، أو أضعه مع البريل، أو حتى بقدر أعمل منه ماسك للبشرة. شايفين شيء رائع جدا، رائحة رهيبة للليمون. طيب تمام أتركه على جنب. وهذا اللي طلع معايا من الليمون 3 كيلو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. عصير الليمون شايفة كيف مركز، يعني باخذ مثلا كوب منه بضيف له 5 أكواب من المية وربع كوب من السكر، بيعطيني مشروب عصير ليمون رائع جدا. شايفين؟ أو بقدر أستعمل منه للسلطات، للشوربات، لأي شيء، يعني عصير ليمون سادة مركز. تمام وقوامه خميل كثير شايفين ما شاء الله. طيب هذا البشر اللي اللي احنا جهزناه. اول شيء راح احط منه ملعقتين لهذا الليمون اللي عصرناه وصفيناه لحتى يعطيه قوام اجمد شوي ولون اصفر قاتم. يعني مع هذا راح اطحنه كمان مرة في الخلاط وراح نشوفه كمان مرة مع بعض. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا انا ما بخاف منه، ما راح يمرر لي العصير، بالعكس راح يعطيه طعم رائع جدا، يعطيه فيتامينات خاصة فيتامين سي، شيء رهيب جدا. طبعا راح يعزز اللون تبع العصير ويعزز النكهة تبع العصير الليمون. أدوه بس هيك على البسيط بعدين أضربه بالخلاط. شايفين ما شاء الله اللون تبعه كثير أصفر غامق، يعني البشر تبع القشر اللي أنا بشر الليمون اللي أنا ضفته في البداية راح يعزز اللون، يعزز النكهة، ويعزز كمان الفيتامين السي بقلبه. شيء رائع جدا، رهيب رهيب جدا. طبعا أنا هذا بستعمله كمشروب عصير في رمضان، بزود عليه مي لكل كوب من العصير الليمون هذا المركز بحط عليه 5 إلى 6 أكواب مي ونصف كوب سكر. كمان لو بدي أحط عليه يعني حزمة نعناع كمان راح يعطي كتير نكهة طيبة ولذيذ جدا. راح أستعمله للشوربات، أستعمله كمان للسلطات، شيء رهيب جدا. أنا هلأ بعبيه في الأكياس اللي عندي، أكياس صغيرة راح نشوف مع بعض. معايا الكاسة هاي مقدار 200 ملي، أضع فيها بوكيت ظرف من هذا النوع يكون جامد أو غذائي طبعا صحي. بلبسها في الكاسة كتير منيح وبأصب في قلبها الليمون المركز بحيث انها تاخد كاسة كاملة، بقلب الكيس تاخد كاسة كاملة. احاول اني اوزع شوي حتى اتأكد. شايفين؟ اتمنى تكون واضح. تمام هيك حتى اطلع الهواء منه.
برفعه من الكاسة وبمسكه من تحت الكيس من تحت واطلع الهواء منه. شايفين هي الطريقة، بربطه وبحتفظ فيه في الفريزر او في البراد او في المجمد. عصير ليمون اصفر غامق نفس تبع المحلات واطيب كمان، معمول في البيت، نكهة معززة. وبهيك وصلنا لنهاية الفيديو، وعملنا حوالي 6 أكياس، كل كيس فيه 250 ملي تقريبا، يعني ربع لتر، يعني كله على بعضه حوالي كيلو لتر ونص. من 2 كيلو ونص الليمون أعطاني حوالي لتر ونص من عصير الليمون المركز، زي ما انتم شايفين مركز، فيش فيه ولا نقطة مي. كمان يعطي فيتامين سي أكتر وأقوى. شايفين قشر الليمون فيه يعني كثير فوائد. حكينا ليمون هنا عصير ليمون مركز، بس أنا حخزنه لشهر رمضان إن شاء الله. بستعمله كمشروب، بستعمله للشربات، بستعمله للسلطات، لأي شيء بدي إياه بلاقيه جاهز إن شاء الله. تمام. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم ورضاكم. أتمنى أنكم تجربوا الطريقة هاي وتحكوا لي يعني شو رأيكم في كومنت. وبتمنى إذا وصلتي لآخر الفيديو تنسيش تحطي لنا لايك للفيديو، تدعموا القناة. إذا متابعة جديدة أول مرة تشوفي قناتي أتمنى إنك تشتركي فيها وتدوسي على زر الاشتراك وزر تفعيل الجرس حتى يوصلك كل جديد. معاكم كانت عبد الرحمن من فلسطين. أشكركم على المشاهدة. رمضان مبارك وكل عام وانتم بخير. سلام.